عملنا النهاردة أحلى مسقعة. عايز تعرفي احنا عملناها ازاي؟ تابع معايا لآخر الفيديو وهتعرفي، وفيها أسرار كتيرة. تابعي وانت تعرفي احنا وصلنا لها ازاي كده. طعمها تحفة. اتفرجي وقوليلي ايه رأيك بقى في المسقعة بتاعتنا، شكلها ايه؟ جميل وطعمها أحلى. تابعي بقى معايا الفيديو. بصوا كده يا بنات، بعد ما خلصنا التحمير بتاع الباذنجان والفلفل، بصوا الباذنجان عامل ازاي، لازم يكون بالطريقة دي، ما تغمقهوش يبقى وحش. والفلفل اهوت كده. ايه، خلصنا دول وعصرنا القوطه زي ما قلت لكم وحطينا عليها الفلفل الاحمر. هنا بقى ايه، بعد ما عملنا التومه هنحمرها في شويه زيت، هنصفرها وبعد كده نحط عليها القوطه. وهقول لك هنعمل ايه تاني عشان تاكلي احلى مسقعه. مسقعه طعمها حلو قوي بالطريقه دي، ولا تقولي لي بقى بالبشاميل ولا باللحمه المفرومه. معلش لو صوتي مش واضح واخده دور برد. هنحمر التومه، بعد كده هننزل بايه، بالقوطه وشويه السكر. شوية فلفل اسمر، نحط لها شطه وسيبيها بقى تتسبك على النار، وبعد كده هنقولك هنعمل ايه. نغطيها بنات كده. ايه، الصلصه كده جاهزه ان ننزل عليها البتنجان والحاجه بتاعتنا. عايزه تحط لها بطاطس حطي، انا بخلي البطاطس بره، يعني بحمرها واحطها في طبق بره وبناكلها معاها كده. فانا بكتفي بكده. احط لها بقى بقيه المكونات، والفلفل الباقي زي ما احنا قلنا. مفيهاش تقليب بقى، تتحركي بالراحه تاكلي احلى مسقعه. مين بقى بيعمل زينا مسقعه كده؟ طعمها تحفه، خفيفه وحلوه وجميله. وتنسي بقى شويه السكر في القوطه وشكلها. هتسيبيها على النار لمده 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق اطفي عليها. خلاص هي كل حاجه مستويه، هتاكلي احلى مسقعه. بصوا كده يا بنات، احنا كده خلصنا المسقعه وطفينا عليها. هي دي شكل المسقعه في الاخر، هتعجبكم قوي. جربيها وهتعرفي انا بقولك ايه. يلا، مين عجبه بقى طريقه المسقعه بتاعتنا؟ اللي عجبته يحط لنا لايك واشترك معانا في القناه ويكتب لنا تعليق. يلا قولولنا ايه رايكم، حلوه ولا لا؟